كتفوني وخدوا فلوسي وخدوا شغلي وخدوا كل حاجتي. وفي الوقت ده كمان ابويا بيموت في مصر. اقسم بالله انا بسبب هذا الشخص انا ما لحقتش والدي قبل ما يموت. يا ابويا مات، انا ركبت الطياره ابويا مات. المغاربه هم اللي بيهزوني، المغاربه هم اللي يفتحوا لي بيوتهم. اكرم شعب واحسن شعب على راسي من فوق المغرب كامل، ودي حاجه بفتخر بيها. والله هي اوحش حاجه وقعت ليا في البلد هنا في المغرب، حصلت لي في البلد دي. هو كان اقرب صاحب ليا، كنا خدامين مع بعض. صاحبك عندنا شركه سياحه وكنا خدامين مع بعض وبخير 5 سنين. صاحبك مغربي ولا مصري؟ هو مخلط، مع ابوه مصري وامه مغربيه. اكبر مشكله حصلت لي ان هو دمرني بمعنى كلمه دمرني ازاي؟ لما تكون مع واحد واكل معاه لمده 5 سنين عيش وملح، وهو ما كانش حيلته واله على الحديد المديد، ما كانش حيلته واله، كان شغال نصاب من الاخر، كان شغال نصاب بمعنى الكلمه. وفجاه الانسان ده بعد ما عملت وقفت معاه، احنا كان شغلنا شغله خدمات سياحيه، بنعمل فيز خدمات سياحيه انا وهو مع بعض 5 سنين. هو من كتر ما انا ما كبرت الشغل طمع في الشغل وتعدوا عليا هو واهل مراته، من غير ما اذكر اسماء. انا ما اقدرش اذكر اسماء حد، انا مش بحكي الموضوع ده عشان انا محتاج ان انا اذكر اسماء حد او انا عايز منه حاجه، الله يسهل له. وزائد كمان ده كله لحد دلوقتي هذا مش عايز يسيبني في حالي. فين عرفتي هذا؟ فين؟ واش هنا في المغرب؟ عرفته هنا في البلد دي. عرفته هنا في البلد دي. كان حالته في حالتي، كنا انا هو بننام في الزنقه. كانت ظروفنا بص مش قادر اقول لك عليها. احنا جينا خدمنا مع بعض، اقسم بالله اللي انا عملته معاه مفيش اخ ليه اخوه كان بيقول كده، يعني هو اللي نفسه كان بيقول كده. ووقت ما الشغل كبر والفلوس كترت في ايده طمع خدني عنده، كتفوني وخدوا فلوسي وخدوا شغلي وخدوا كل حاجتي. وفي الوقت ده كمان ابويا بيموت في مصر. الله والله العظيم ما كان يكذب على اي حد في اي حاجه، انا نقول اللي كان حتى على رقبتي ما كان خافش. وفي عز الوقت ده ابويا كان وبسببه انا ما لحقتش ابويا. اقسم بالله انا بسبب هذا الشخص انا ما لحقتش والدي قبل ما يموت. يا ابويا مات، انا ركبت الطياره ابويا مات. الله يرحمه. قسما بالله بسبب ان هو شدين عنده في الدار يومين عشان ياخد مني تليفوني وياخد مني تليفوناتي، وكان بيتجسس عليا وعارف ان ابويا بيموت وعارف ان انا هنزل مصر عشان لما ياخد تليفوناتي كلها، وعارف ان انا رايح مصر عايز الحق ابويا. خد الحاجه كلها وانا صبحت نزلت على مصر. خدمه 5 سنين انا عينيا دي راحت معاه في الشغل في الخدمه، عينيا دي راحت ما كان شوفش بيها. واحد حادثه وانا خدام معاه، ما قدرش ده كله. ال5 سنين هو الطمع. ربنا يكفيك ويقول لك اللي يجوع، اللي يكون جعان ويشبع، هو ده اللي تخاف منه. والطيبه ما بتنفعش مع الناس، لان الواحد كان ماشي معاه بقلب طيب وبنيه صافيه وماشي معاه بما يرضي الله. عمري ولا اتعديت عليه ولا عمري خنته ولا عمري خدت حاجه مش ديالي، لا انا كنت ماشي معاك بما يرضي الله. كنا مقسمين الشغل 3 اجزاء، ربع ليك وربع ليا، ربع المصاريف الشغل. وبرغم ان انت كنت بتاخد ربع مصاريف الشغل ما بتصرفوش على مصاريف الشغل، بس انا بقول مش مشكله، ادم ربنا كرمنا وهو رزق وانا رزقني مش مشكله. بس بقى بعد ده كله كمان تزيد تقضي عليا وتدمرني. بس الحمد لله رب العالمين، انا وهو بعد ما عمل ده كله انا راجل كنت رحت عشان اشوف ابويا. الكلام ده حصل في شهر 10، ورحت عشان الحق ابويا الراجل اللي بيموت، وسافرت والحمد لله رب العالمين ما لحقتش ابويا، بس لحقت ان انا اشيله وادفنه بايدي. بس هو بس الله يبارك فيك، بس هو سبب انه يخليني ما اشوفش ابويا قبل ما يموت. انا كان نفسي اشوف ابويا قبل ما يموت، وكنت لان انا في البلد دي، انا المغرب بالنسبه لي حاجه تانية، بلد جميله وشعب وملك ما شاء الله. يعني بصراحه انا بحب المغاربه على راسي، الشعب المغربي كله انا بحبه، انا ما شفتش حد من المغربي حاجه وحشه الحمد لله. وفي وقت ازمتي اللي هزوني برضو المغاربه، مش حد غيرهم. المغاربه هم اللي هزوني وهم اللي وقفوا معايا وهم اللي تعاونوا معايا في خدمتي. فانا مش محتاج منه اي حاجه، ولا محتاج ان حد يساعدني، ولا بطلب مساعده من حد. انا الحمد لله انا في ال5 سنين دول الكليان بتوعي عارفين احمد، هيعرفوا احمد في شخصه. انا اللي احمد الحمد لله هم الكليان كلهم بيكلموهم باسمه احمد، يعني هم بيكلموا الكليان ديالي لحد النهارده باسمي. لا انا مش عايز كده، انا عايز الكليان يعرف ان احمد موجود في المغرب وعنده مكتب سياحه في شارع محمد الخامس، شركه الفرعون الصغير موجود. وانا بعمل بصراحه المغاربه على عيني وعلى راسي، لان انا عشره المغاربه، انا من في البلد دي من 2014 لحد النهارده، انا الحمد لله وعاش ملك المغرب على راسي. اقسم بالله انا بص من غير تلفازه ومن غير التسجيل، انا كان اشكر في كان حب الراجل ده لله، لان الراجل ده
بما يرضي الله بيقف مع الغلابه وبيعمل. الواحد مش كان يعني انا كنت بسمع حاجات ما كنتش مصدق، بس لما جيت البلد دي وشفتها ان هو ينزل بالليل الساعه 2 بالليل عشان يشوف واحد نايم في الشارع وعشان يديله مش شقه ولا يديله سكن. مفيش رئيس دوله هيعمل كده، لكن الملك بيعمل كده وده شفته. ولما بسمع ان هو بياخد من الناس البطاقات والناس اللي محتاجه وبيساعد. مفيش رئيس دوله بيعمل كده. لكن بس برضه بقول الحمد لله رب العالمين، انا رجعت وقفت على رجلي وبفضل المغاربه. بفضل المغاربه مش بفضل حد تاني، الحمد لله رب العالمين بفضل المغاربه. وانا دلوقتي فتحت شركتي لوحدي من بعد حاله وفاه ابويا. انا رجعت من مصر، هو كان هدفه كله ان انا اسيب المغرب وخد تليفوناتي وخد حاجتي على اساس ان انا ما رجعتش غير خط واحد اللي عرفت ارجعه، اللي هو كان متسجل عندي في الحساب البنكي ديالي. رحت شركه اتصالات قدمت لهم ما يثبت ان الخط ديالي ورجعت الخط الوحيد ديالي. هو كان مفهمني ان انا متسجل معاه في الشركه وخد البطاقه بتاعتي وخد بياناتي، سجلك معايا في الشركه وكل حاجه. وفجاه انا اصلا اتاريه مش اصلا كان بيضحك عليا، واتاريه اصلا كان ناويلي شر من الاول اصلا. هو كان ناويلي شر لان كان بيجسس عليا. ازاي انا راجل، يعني انت ازاي اصلا راجل انت بتتجسس على حياه شخصيه بتاع صاحبك ليل نهار في كل الوقت انت بتشغل تجسس في تليفون؟ يبقى فين الامان؟ وما بقولش غير حاجه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا هو اللي بياخد الحق. واحلى مغاربه قسما بالله انا شفتهم في حياتي. احلى دوله عربيه انا عشت فيها هي المغرب. ما عشتش في مكان في حياتي غير دوله المغرب، هي الدوله العربيه الصح. وعاش الملك وديما وداد، والوداد على راسي والمغرب كامله على راسي.